فيلمنا بيبدأ مع شخص اسمه إيلاي وهو بيصطاد قط علشان يتعشى بيه، وبياخد القط بعد ما اصطاده وبيبعد عن المكان، وبيبان إن العالم حصلت فيه كارثة دمرته. وفي طريقه بيلاقي عربية جواها جثة واضح إنها ماتت من سنين كتير، وبيحاول إنه يشغلها لكنه مش بيعرف يستخدمها فبيسيبها وبيمشي. وبيفضل ماشي لحد ما بيلاقي بيت مهجور وبيدخله، وبيقعد يدور على مية في البيت لكنه مش بيلاقي أي حاجة، بس بيلاقي باب وبيفتحه وبيتفاجئ إن في جثة الراجل مشنوق وبتكون ريحتها سيئة جدا، لكنه بيستحملها علشان ياخد الجزمة بتاعت الجثة بدل الجزمة بتاعته اللي باظت. وبيقعد إيلاي في البيت وبيشوي القط اللي اصطاده وبياكله، وبيسمع أغاني وبيقرأ الكتاب المقدس اللي معاه. وتاني يوم بيصحى إيلاي من النوم وبيلاقي إن جهاز الأغاني بتاعه فصل شحن، وبيستعد وبيخرج من البيت. وأثناء ما هو في الطريق بيلاقي بنت وقع على الأرض وبتكون خايفة من إيلاي وبتقول له ما تقتلنيش وساعدني، أنا ممكن أديلك مية. لكن إيلاي بيبقى عارف إن دي خدعة بيعملها قطاع الطرق، فبيتكلم بصوت عالي عشان يسمعوه وبيقول لهم إنه كشفهم. وساعتها فعلا بيظهر قطاع الطرق وبيهددوا إيلاي وبيطلبوا منه إنه يديهم الشنطة اللي معاه لكنه بيرفض. وواحد منهم بيحاول يضرب إيلاي لكنه بيهدده وبيقول له المرة الجاية أنا هقطع إيدك. وبيكون زعيم العصابة مش مصدق تهديد إيلاي فبيمد إيده عليه، لكن في لمح البصر بيطلع إيلاي سيفه وبيقطع إيد الزعيم. ساعتها بيتصدم الزعيم ورجالته وبيكون مش مستوعب اللي حصل، وبيؤمر رجالته يخلصوا على إيلاي لكنه بيخلص عليهم كلهم بكل سهولة من غير ما حد يلمس منه شعرة. وبعدها بيروح الزعيم وبيقتله هو كمان، ومش بيكون فاضل غير البنت. فبتعرف إيلاي إنهم كانوا هيستدرجوا فيه لحد ما يقتلوه ياكلوه، وبتحاول البنت إنها تروح معاه لكنه بيرفض، وبنعرف إنه رايح ناحية الغرب. وبيكمل إيلاي في طريقه وبيلاقي قطاع طرق بيهاجموا على بنت لكنه بيقرر إنه ما يتدخلش. وبعدها بيروح على محل عشان يشحن فيه الجهاز بتاعه، لكن صاحب المحل بيطلع بندقية وبيهدد بيها إيلاي، وده لأنه بيكون فاكره رجل عصابات. بس إيلاي بياخد منه البندقية وبيهديه وبيعرفه إنه جاي يشحن الجهاز وبس، فبيوافق الراجل وبيشحن الجهاز لإيلاي. وبنشوف بعد كده كيرني واللي بيكون قاعد في مكتبه، وده يبقى زعيم المدينة. فبيدخل عليه المساعد بتاعه ريد وبيقول له إن مارتز رجع بعد البحث عن الكتاب بتاعك. فبيدخل مارتز وبيكون معاه شوية كتب بس مش من ضمنه الكتاب اللي عايزه كيرني. وبنعرف إن كيرني بيدور على كتاب معين وهو الكتاب المقدس. وبيقرر كيرني إنه يدي فرصة تانية لمارتز لأن الكتاب اللي بيدور عليه نادر جدا. وبنرجع بقى لإيلاي واللي بيسأل صاحب المحل عن مكان يلاقي فيه مية، فبيقول له مش هتلاقي غير في حانة كيرني بس لازم تدفع تمنها. فبيروح إيلاي هناك وبيدي واحد من رجالة كيرني كوفية وجوانتي في مقابل المية، لأن العالم ما بقاش فيه فلوس والمعاملة بالمقايضة. وأثناء ما إيلاي بيتفق مع الراجل بيكون في قطة عمالة تضايقه فبيبعدها بعيد. وبعدها بتيجي بنت اسمها سولارا علشان تملى مية لإيلاي، وبيجي مارتز واللي بيبقى متضايق علشان إيلاي يتعامل بطريقة وحشة مع قطته، وبتبدأ بينهم خناقة. لكن إيلاي بيضرب مارتز بكل سهولة وبيخبطه في الترابيزة فبيقطع له لسانه وبيموت. فبيهجموا عليه زمايل مارتز وبيدخلوا في معركة ضد إيلاي، لكنه بيخلص عليهم هما كمان واحد ورا التاني. فبيجي ريد وبيكون هيقتل إيلاي بس كيرني بيوقفه وبيقول له انت بتعمل ايه، هو ده الشخص اللي احنا محتاجينه. وبعدها بيدخل إيلاي مكتب كيرني وبيطلب من إيلاي انه يفضل معاهم في الحانة وهيكون ليه اوضته الخاصة واكل ومية ببلاش كمان. لكن إيلاي بيرفض وبيقول له انه رايح للغرب، وده لان هناك الدول متقدمة. بس كيرني بيعرف إيلاي انه بيدور عن كتاب لو لقاه هتبقى المدينة اللي هم فيها دي متقدمة اكتر من الغرب. وبيعرف كيرني من إيلاي انه شخص مثقف وبيحب القراية. وقتها إيلاي بيكون لسه مصمم انه يمشي، لكن ريد بيهدده فمش بيكون قدامه حل غير انه يفضل قاعد. فبيدخل اوضته وبتيجي ست كفيفة اسمها كلوديا، ودي تبقى ام سولارا، وبتدي إيلاي لبس وبتقعد تتكلم معاه شوية وبعدها بتخرج. فبتروح لكيرني وبتعرفه ان إيلاي شخص قوي وهيعمل اللي في دماغه بس، فبيقرر انه يدخل سولارا لإيلاي علشان تقنعه بانه يفضل معاهم. بس كلوديا بتكون خايفة على بنتها ومش عايزاها تروح لإيلاي، لكن كل ده من غير اي فايدة، وبرضه بتروح سولارا لإيلاي. في الاول بيكون إيلاي مش عايزها، لكنها بتقوله انها لازم تفضل معاه في الأوضة علشان كيرني ما يأذيش امها. فبيسيبها وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبتلاحظ سولارا الكتاب المقدس اللي مع إيلاي وبتبقى عايزة تشوفه، لكنه بيخبيه منها. ومن الواضح ان الكتاب اللي مع إيلاي هو نفسه الكتاب اللي كيرني عايزه. وبيسألها عن المكان اللي بيجيبوا منه مية، لكنها بترفض تقوله، وبتقوله انها تعرفه في حالة انه خلاها تشوف الكتاب المقدس، لكنه بيرفض. وبعدها بقى بيقعدوا ياكلوا سوا، لكن قبل الاكل بيقعد إيلاي وبيمسك ايد سولارا وبيقول بعض الأدعية الغريبة. وتاني يوم بتخرج
سولارا من عند إيلاي وكيرني بيقعد يستجوبها لكنه مش بيطلع منها بحاجة مفيدة، وبتروح تاكل مع أمها وبتقول نفس الدعاء اللي قاله إيلاي لكنها بتنسى كلمة في النص، وكيرني بيكمل الدعاء وبيقول لها هي عرفت الدعاء ده منين، فبتقول له إيلاي قاله لها أثناء ما كانوا بياكلوا مع بعض. بس ساعتها كيرني بيهددها بأمها لحد ما بتقول له إنه كان معاه كتاب جلد عليه علامة صليب، وأول ما كيرني بيعرف كده بياخد رجالته وبيطلعوا على أوضة إيلاي بسرعة ولكنه بيكون هرب. وقتها بيكون إيلاي رجع للمحل عشان ياخد مشغل الأغاني الخاص بيه، لكنه أول ما بيخرج بيلاقي كيرني ورجالته مستنيينه بره، وبيكون كيرني عايز الكتاب من إيلاي وبيقول له إن الكتاب ده اللي بيملكه بيبقى معاه قوة جبارة وعشان كده تم حرق كل النسخ منه إلا النسخة اللي معاه دي. لكن إيلاي بيرفض بدون تردد وبيقول له إنه مش هيدي كتاب إلا للشخص المناسب، وهو إلى الآن ملقاش الشخص ده. وبعدها بيسيبهم وبيمشي، بس ريد بيضرب عليه نار ومفيش ولا طلقة بتيجي فيه، وبيحصل تبادل إطلاق نار بينهم بس مفيش ولا رصاصة بتيجي في إيلاي، لكن هو بيبقى قادر على إنه يصيب أكتر من واحد من رجالة كيرني وكمان بيقدر إنه يصيبه في رجليه. وبيكمل إيلاي طريقه، لكن سولارا بتيجي معاه وبتقول له إنها عايزة تكمل مع الطريق وده لأنه أمها قالت إنه هيقدر يحميها، بس إيلاي بيرفض فبتقول له إنها ممكن تقول له على مكان المية وساعتها بيوافق، فبتاخده بيروحوا عند بير جوه كهف وبيكون ده مصدر المية، فبياخد إيلاي شوية مية وبيخدع سولارا وبيحبسها جوه الكهف وبيكمل طريقه، فبتتعصب سولارا جدا لأنه ضحك عليها. وبنشوف كيرني اللي بيكون مع رجالته بيعالجوه ولكنه بيطلب منهم إنهم يلاقوا الكتاب ده بأي طريقة، وبنرجع لسولارا واللي بتخرج من الكهف وبتكمل في طريقها لكنها بتقع في فخ قطاع الطرق وبيكونوا يقتلوها علشان ياكلوها، بس إيلاي بيجي في الوقت المناسب وبينقذها وبيقتل كل قطاع الطرق. وبيكملوا بعدها في طريقهم وبيلاقي إيلاي طائر فبيضرب عليه سهم وبيصطاده وبيخلي سولارا تظبط الطائر ده علشان يتعشوا بيه. في الوقت ده بيتحرك كيرني ورجالته للغرب علشان يدوروا على إيلاي، وبيشوفوا في الطريق جثث قطاع الطرق اللي إيلاي قتلهم، وبيعرفوا إن سولارا هربت معاه لما بيشوفوا قطع من هدومها في المكان. وبعدها بيقعد إيلاي وسولارا في مكان وبتقعد تسأله عن الكتاب، وبنعرف إن الكتاب ده إيلاي لقاه بعد الحرب وإنه من ساعتها مش قادر يبطل قراية فيه، وسامع صوت بيقول إن الكتاب هيكون في أمان في الغرب، ومن ساعتها إيلاي بيحاول إنه يودي الكتاب ده للغرب. وبتكون سولارا فاكرة إن إيلاي هو اللي كتب الكتاب لكنه بيعرفها إن الكتاب ده من زمن طويل وإن في ناس بتقول إنه سبب الحرب اللي حصلت، وبتحاول إنها تقرا فيه لكن إيلاي بيرفض إنه يديهولها. وبعدها بيروح إيلاي ينام، فبتستغل سولارا الفرصة وبتحاول إنها تاخد منه الكتاب، لكن إيلاي بيصحى وبيهددها إنها لو قربت تاني من الكتاب هيقتلها. وتاني يوم بيكملوا طريقهم وبيعدوا على بيت وبيكونوا يدخلوه، لكن بيكون في فخ قدام باب البيت وبيقعوا فيه واللي بيبقى عبارة عن حفرة عميقة. وبيجي جورج ومارسا أصحاب البيت، ولما بيعرفوا إن إيلاي مش ناوي على شر بيطلعوه هو وسولارا، وساعتها بيبص إيلاي حواليه وبيكتشف مقابر فيها ناس كتير في بيت الاتنين دول، وبيعرف إنهم من آكلين لحوم البشر. وفعلا في الوقت ده مارسا بتقدم لهم لحم بشر عشان ياكلوه، فبياخد إيلاي سولارا علشان يهربوا بسرعة من المكان، لكن بيجي قدامهم كيرني ورجالته، فبيدخل إيلاي وسولارا البيت تاني بسرعة، فبيطلب كيرني منه إنه يديله الكتاب وكمان يسلمه سولارا وساعتها مش هيقتله. وساعتها بيحدف عليهم إيلاي قنبلة ملفوفة في قطعة قماش على أساس إنها كتاب وبتنفجر فيهم، لكن محدش بيموت. ومن هنا بقى بتبدأ المعركة ما بينهم، ورجالة كيرني بيضربوا نار على البيت اللي موجود فيه إيلاي وسولارا، وفي الآخر بيضربوا صاروخ على البيت وبيموت جورج ومراته مارسا وبيقبضوا على إيلاي وسولارا، لكنهم ساعتها مش بيلاقوا الكتاب في الشنطة بتاعت إيلاي، فبيفضل كيرني يعذب في سولارا عشان يقول لهم إيلاي على مكان الكتاب، وفعلا بيقول لهم إنه مخبيه جوه البيت. وأول ما كيرني بياخد الكتاب بيضرب نار على إيلاي وبياخد سولارا وبيركبوا العربية وبيمشوا، ولكن سولارا ما بتسكتش وبيكون معاها حبل وبتخنق بيه سواق العربية وبتقتله، وبتخرج من العربية وبتفجر العربية التانية وبتروح على آخر عربية بيكون فيها ريد، بس بيكون طعن نفسه بالغلط ومات، فبتاخد سولارا العربية منه. وبعدها بتروح تدور على إيلاي لحد ما بتلاقيه وبتاخده معاها وبيقول لها إنه لازم يروح على الغرب. وبنرجع لكيرني اللي بيجيب صاحب المحل اللي شحن لإيلاي جهاز الموسيقى بتاعه، وده عشان يفتح الكتاب لأنه بيبقى عليه قفل حديد، وأول ما بيفتحه بيتفاجئ كيرني إن الكتاب مكتوب بطريقة برايل، فبيتعصب لأنه مش عارف يقراه، وبيجيب كلوديا علشان تقراه واللي بتفرح قوي بالكتاب لكنها مش بترضى تقوله. وكمان رجالته بينقلبوا عليه وبيدمروا الحانة وبيسيبوه وبيمشوا. وبنشوف بقى إيلاي وسولارا
واللي بيوصلوا للغرب أخيرا وبيروحوا لأكبر مكتبة هناك، وبيقعد إيلاي يمليهم الكتاب المقدس بالكامل لأنه بيكون حافظه من كتر ما قراه. وبعد مرور سنين بيقدروا إنهم يخلصوا كتابة الكتاب وبيبقى من ضمن كتب المكتبة، وبعدها بيموت إيلاي بعد ما نفذ المهمة بتاعته ووصل الكتاب لحد الغرب. وفي النهاية بنشوف سولارا بعد ما أخدت كل أدوات إيلاي وبتقرر إنها ترجع من تاني للوطن، وده عشان تنقذ أمها وتنقذ الكل من شر كيرني. وهنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشاركنا في كل جديد، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.